زي ما انت قريت كده في العنوان. انا كنت فاكر حاجة وطلعت حاجة تانية خالص. كنت ماشي ورا كلام غلط، وكنت كل ما اجري الاقي نفسي واقف مكاني، لحد ما اكتشفت ان في 5 اكاذيب تقريبا كلنا مصدقينهم. وانا هقول لك عليهم علشان توفر سنين كتير انا تهت فيها. الكذبة الاولى: لازم تكون موهوب علشان تنجح. يعني انا كنت فاكر ان الناس اللي بتنجح دي جاية من كوكب تاني. يعني واحد مثلا جسمه حلو، واحد عنده واسطة، واحد دماغه من كوكب تاني. بس بعد كده اكتشفت ان الموضوع مش موهبة، موضوع التزام وتكرار. افتكر انا وانا في الجيم كنت بشوف ناس جسمها عادي جدا، وبعد 6 شهور بيتحولوا بيتبدلوا. تفتكر ليه؟ انا هقول لك ليه. علشان بيتمرنوا كل يوم، بياكلوا صح، ملتزمين في انضباط. انما مثلا الموهوب اللي جيناته خارقه بس مش بيتمرن هيفضل مكانه، يعني مش هيتغير. الكذبه التانيه: ان النجاح بيجي فجاه. اللي هو انت قاعد كده، فجاه نجحت، بوم الصفحه اتضربت، فجاه اتشهرت، فجاه فلوس. يا صاحبي ده وهم. على سبيل المثال، انا عملت فيديوهات كتير وما كانش في حد بيتفرج، مفيش مشاهدات، وفجأة في فيديو بوم ضرب سيكا شوية، ضرب شوية في المشاهدات. ده مش حظ، ده أنا كنت شغال على نفسي. يعني النجاح مش بيجي فجأة، النجاح بيجي لما تكون جاهز له حتى وانت مش واخد بالك. الكذبة التالتة: إن الناس هتشجعك. افهم، محدش هيشجعك في الأول. أقرب الناس ليك هيقولوا لك أنت بتعمل إيه، ركز في حياتك، ركز في كليتك. على سبيل المثال، أنا لما بدأت أعمل فيديوهات اتسف عليا، بس الفكرة فين؟ بعد شوية نفس الناس دي وجات لي تسألني أنا بعمل إيه وبعمل كده إزاي. فاهمني؟ الناس مش هتشوفك غير لما تنجح، فما تستناهمش. الكذبة الرابعة: هبدأ لما الظروف تتظبط. أنا كنت دايما أقول لنفسي لما أخلص كلية، لما أخلص امتحانات، لما يبقى عندي معدات كويسة. بس للأسف كل ده هروب، مفيش وقت مناسب. أنا بدأت وأنا جسمي مش عاجبني، وأنا نفسيتي وحشة، وأنا حتى مش معايا كاميرا، بس بدأت. صدقني البدايات الضعيفة أحسن من إنك ما تبدأش خالص. الكذبة الخامسة: إن النجاح هو الفلوس والشهرة. دي أكبر كذبة أنا سمعتها. ناس كتير معاها فلوس وناس كتير مشهورة وكل يوم بتفكر في الموت. النجاح الحقيقي إنك تبقى راضي، إنك تبص لنفسك في المراية وتقول أنا بحب الشخص ده. أنا كنت فاكر إن لما جسمي يبقى جامد وشهرتي تزيد هبقى مبسوط، بس اللي فرق معايا بقى إن أنا بعمل كل يوم حاجة صغيرة بتقربني من نفسي اللي بحبها. اللي عاوز أقوله لك الخلاصة: لو وصلت هنا فأنا عارف إنك شخص عايز تتغير بجد. اوعى تقع في الكذب اللي احنا كلنا وقعنا فيه ده. ابدأ بالنهاردة بالإمكانيات اللي معاك، واوعى تستنى العالم يقول لك برافو. انت انت قول لنفسك برافو كل ما تعمل خطوة. اكتب لي في الكومنت ايه اكتر كذبة كنت مصدقها من ال5، وخليني ارد عليك بنفسي.